ضبطت قوات أمن الحج مقيما من الجنسية المصرية لمخالفته أنظمة وتعليمات الحج بنقل مقيمين من الجنسية نفسها في مخابئ سرية داخل مركبة نقل بضائع، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله العظيم. يا أخي الكريم، لماذا تريد الحج والعمرة؟ أكيد أنك تريد التقرب إلى الله، تريد الأجر والثواب من الله عز وجل. فالسؤال الذي يطرح نفسه عقلا قبل شرعا: كيف تطلب طاعة الله بمعصية الله وتتلبس بكبائر الذنوب من كذب وغش وتزوير وتدليس وأخذ مكان غيرك من المسلمين ومزاحمة غيرك من المسلمين، وتؤدي إلى موت وهلاك المسلمين بمزاحمتك إياهم ومخالفة ومعصية ولي الأمر؟ فكيف تفعل كل هذا وأنت تبتغي طاعة ليست واجبة عليك؟ أليس من أركان الإسلام أن تحج إلى بيت الله الحرام؟ أكمل، فمن استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة أن تحصل على هذا التصريح لتنظيم الحج، ولئلا تكون الأعداد أكبر من المكان فيحصل تزاحم وتدافع وموت وهلاك المسلمين وتتسبب في ذلك يا عبد الله. فدعك يا أخي الكريم من هذا المنهج، منهج مخالفة ولاة أمور المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قد يقول قائل: هم الآن يأمروننا بالمعصية، يمنعوننا من الحج. أقول لك: هم ينظمون الحج ولا يمنعون الحج. لا تفتري على المسلمين. تخيل عدد المسلمين اليوم مثلا 2 مليار، لو جئنا ب10% فقط من المسلمين كيف يتسع لهم المكان؟ كيف تتوفر لهم الخدمات ويحصل موت وتدافع بين المسلمين ويقولون السعودية تسببت في موت وقتل المسلمين وعدم تنظيم الحج وفشلت في ذلك؟ اسمع ما يقوله أبو ذر رضي الله عنه: لو أمرني عثمان أن أمشي على رأسي لفعلت، لأنه هو ولي الأمر. ابن سيرين رحمه الله حبس فقال له السجان: لو تذهب إلى أهلك وتأتينا في الصباح. قال: والله لا أعينك على خيانة السلطان. فهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.